السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة الصف الثالث الإعداد، أهلا وسهلا بيكم. معانا مسألة النهاردة لذيذة جدا، تبان إنها صعبة بس هنفصصها مع بعض كده ونشوفها هنلاقيها سهلة جدا. بتقول لي إيه المسألة دي؟ بتقول لي بعد سرقة سيارة من أحد الجراجات، حاول السارق الهروب بالسيارة متجها نحو باب الجراج، ماشي، بسرعة منتظمة قدرها 12 متر على الثانية، وعندما كان على بعد 60 متر من المخرج، قام رجل الأمن بالضغط على مفتاح الإغلاق باب الجراج. تمام. فبدأ الباب بالنزول من ارتفاع 2 متر بسرعة قدرها كام؟ قدرها 2 من 10 متر على الثانية. فإذا كان ارتفاع السيارة 1.4 من 10 متر، فهل ينجح السارق في الهروب؟ ادعم إجابتك الرياضيين. زي ما هو موضح في الرسمة كده قدامنا إن عربية على بعد 60 متر من باب الجراج، تمام، لها سرعة منتظمة، يعني مفيش عجله، يعني من الاخر هتقطع كام؟ هتقطع 60 متر عشان توصل لباب الجراج، يبقى هي قدامها 60 متر تمشيها عشان توصل لباب الجراج. طب ايه المطلوب؟ ايه؟ ما هو باب الجراج راخر بيتحرك. طب هينزل قد ايه باب الجراج ده؟ قدامه 2 متر. طب هل هو هينزلهم كلهم؟ ما هو لو نزلهم كلهم العربيه مش هتعرف تعدي، لان العربيه اللي عندي دي ارتفاعها 1.4 من 10 متر، يعني ايه؟ متر 40 سنتي، واللي مسموح للجراج ان هو هينزله 2 متر. يعني المفروض لما العربية تمشي ال60 متر دول في زمن مثلا معين، هنشوف الزمن ده برضه هو اللي باب الجراج هيستغرقه لغاية ما ينزل لتحت. فأنا هروح واحدة واحدة كده مع بعضينا، هشوف العربية بتاعتي هتمشي ال60 متر دول في قد ايه. معايا سرعة العربية ومعايا المسافة اللي العربية هتمشيها، أشوف الزمن اللي العربية ده هتاخده قد ايه، هو نفس الزمن اللي باب الجراج ايه هياخده عشان ينزل. طيب خليني في زمن العربية بس دلوقتي معايا بالنسبة للعربية بتاعتي المسافة 60 متر والسرعة 12 متر على الثانية. تمام، من القوانين بتاعتي يبقى الزمن هيساوي ايه؟ المسافة على السرعة، يعني 60 متر على 12 يعني تديني 5 ثواني. يبقى العربية بتاعتي هتقطع ال 60 متر دول في 5 ثواني عشان تروح لباب الجراج. حلو قوي. طب انا هشوفها بقى، عايز اشوفها هتلحق باب الجراج قبل ما يقفل عليها ولا لا. تمام، اخد ال5 ثواني دول العربيه استغرقتهم هم نفسهم ال5 ثواني اللي باب الجراج هيشتغل فيهم لغايه ما ينزل. تمام، ماليش دعوه بال2 متر بتوع باب الجراج دول، خليني بس في مين؟ خليني في سرعه باب الجراج اللي هو ب2 من 10 متر على الثانيه، وخليني في الزمن 5 ثواني على ما العربيه تجيله. تمام، استخدمهم الاتنين مع بعض. اقول دلوقتي انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب فه. اشوف باب الجراج نزل قد ايه. معايا زين ب5 ثواني ومعايا عين ب2 من 10 متر على الثانية، أقوم قايل له ف بتساوي عين في زين، وبالتالي 2 من 10 في 5 بيديني 1 متر. يعني كده العربية هتاخد 5 ثواني عشان تيجي لباب الجراج، يكون باب الجراج قطع في ال5 ثواني دول 1 متر من أصل كام؟ من أصل 2 متر. تمام، ال1 متر اللي فاضل ده لما العربية تيجي تعديه هتعرف تعدي منه؟ لأ. ليه؟ لأن ارتفاعها متر و40 سنتي، واللي فاضل من باب الجراج ما اتقفلش 1 متر، وبالتالي العربية لن تستطيع المرور، او لن يستطيع السائق الهرب. ليه بقى؟ لان ارتفاع السيارة اكبر من الفتحة المتبقية اللي هي 1 متر. تمام، يا رب تكون المسألة سهلة وقدرت اوصلها لكم، وهي مفيش اي حاجة فعلا، مفيش اي صعوبة فيها، واشوفكم على خير ان شاء الله في مسائل جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.